درون استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الشيخ عنده مايك؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله أكبر. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة فرجا قريبا عاجلا لأهلنا في غزة. اللهم يا ربنا اللهم عجل بفرجك لأهلنا في غزة. اللهم عجل بفرجك لأهلنا في غزة. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم اربط على قلوبهم اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجر رباطهم. اللهم لا تحرمنا أجر جهادهم. اللهم لا تحرمنا أجر صبرهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لهم مددا وإسنادا. اللهم اجعلنا لهم مددا وإسنادا وغوثا وإعانة يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم أوجع في العدو ضربهم. اللهم أوجع في العدو ضربهم. İstanbul, Kudüs ve Kabe aynı hedefe, aynı kıbleye, aynı yöne, aynı düzlem üzerinde yer alıyor. المسجد الأقصى والكعبة المشرفة هي على نفس الخط المستقيم في الخريطة عندما تتجه من إسطنبول إليها. Bunun için İstanbullulara büyük bir görev, vazife düşüyor. لذلك هذا يكون شرف كبير لسكان إسطنبول والعايشين في إسطنبول.
İstanbullular olarak, Türkiye'li Müslümanlar olarak, Nurettin Zengin'in torunları olarak, Salahaddin Eyyubi'nin torunları olarak şunu ifade etmek istiyorum. نحن كأحفاد صلاح الدين الأيوبي وكأحفاد الزنكي نريد أن نقول لكم هذا. Gazze'nin, Filistinlerin kanı bizim kanımızdır. Şehitleri bizim şehitlerimizdir. Yaraları bizim yaralarımızdır. شهداء وجرحاء غزة هم شهداؤنا وجرحاؤنا. Sizin acınız bizim acımız. Sizin sevinciniz bizim sevincimizdir. وجعكم وجعنا وفرحكم فرحنا. Bakın 837 yıl önce aynen bugünlerde ceddimiz, serverimiz Salahaddin Eyyubi Hittin zaferini kazanmış ve aynen bugünlerde Kudüs'ü kuşatmış ve Allah'ın izniyle 2 Ekim'de Kudüs'ü Haçlılardan kurtaracaktır. قبل 873 سنة صلاح الدين الأيوبي حاصر القدس وفي معركة حطين في 12 حاول أن يفتحها وفتحها. Ve bir ay sonra da Aksa tufanının 1. yıl dönümü bitecek, 2. yılına girecektir. وبعد شهر من الآن سوف يكون لطوفان غزة سنة كاملة من بدئه إلى الآن. İnşallah Teala bu mübarek günlerde zaferin çok uzak olmadığını görmekteyiz, ummaktayız. في هذه الأيام المباركة نرى أننا لسنا بعيدين عن النصر. Kudüs davası büyüktür, azizdir. القضية الفلسطينية هي كبيرة وعزيزة. En azizlerimizi, en kıymetlerimizi bu yolda feda ettik ve feda etmeye devam edeceğiz. لقد فدينا الكثير من الشهداء في هذه القضية المباركة وسوف نستمر حتى تفتتح الأقصى. Buradan tekrar bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehadetlerini tebrik ediyorum. من هنا نبارك الشهداء بشهادتهم ونصبر عائلاتهم. Bakın Gazze'deki mücahitler cihat meydanını terk etmediler. انظروا كيف المجاهدين في غزة لم يتركوا أماكنهم ويجاهدون إلى الآن. Çocuklarını, kadınlarını, en azizlerini feda ediyorlar. لقد فدوا بعائلاتهم وأطفالهم وما زالوا يجاهدون. İnşallah biz de meydanları boş bırakmayacağız. إن شاء الله نحن لن نترك الميادين فارغة. Fiili ve sözlü olarak dua edeceğiz. سوف ندعو فعليا ونظريا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ayetiyle rızıklarımızdan infak edeceğiz. وسوف ننفق من مالنا كما رزقنا الله. İnşallah Teala aynen burası gibi en kısa süre içerisinde Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Türkelisiyle, Mısırlısıyla İnşallah Teala hep beraber şükür namazı kılacağız. إن شاء الله كما اجتمعنا هنا سوف نجتمع قريبا في المسجد الأقصى ونكون جميعا مع بعض ونصلي ونكون أمة واحدة. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.